من السنن ديال الله عز وجل في الكون ان اي حضاره ولا اي امه كتدخل في الحاله ديال الانحدار وكيكثر فيها الفساد والانحراف من الداخل، وكتعرض من بعد الغزو والاحتلال اللي كيكون جايها من برا، وكيولي الوجود ديالها مهدد باش انها تزول. كيتبعتوا ناس من داخل تلك الامه باش يردوها من جديد كيف كانت في الاول، او على الاقل ترجع توقف غير على رجليها. هذا نفسه عاشته الحضاره الاسلاميه ومازال فيه لدابا، وأكثر من 3 ديال القرون هذه وهي كاينه محاولات إصلاحية بدات بأصوات فردية متفرقة، الجزائر، السودان والشرق، وتحولت مع الوقت لواحد الحركات الإصلاحية أو تيارات فكرية عندها أساليبها وطرقها الخاصة كلها وكيفاش كتخدم على حساب الفكر ديال المؤسس ديالها. وإن كان الهدف ديال جميع تلك الحركات هما يرجعوا للحضارة الإسلامية البريق اللي كان عندها في الأول، ولكن كيبقى السؤال علاش هاد الجهود كاملة ما حققاتش الهدف ديالها وما زال حتى اليوم كنعانيو من التخلف المادي والمعنوي وما قدرناش نعطيو ولو تحضر نسبي رغم كل تلك الجهود اللي تبذلات. هذا السؤال غادي نحاولوا نجاوبوا عليه في سلسله من 3 ديال الحلقات، غادي نخصوا كل وحده باش نهضروا على ابرز الحركات الاصلاحيه، شكون اسسها والطريقه اللي اعتمدات عليها في المشروع الاصلاحي اللي تبناته. الحركات الإصلاحية كتبدا في الغالب على يد الناس مخلصين وعلى هذا الشيء كتنسب ليهم أو كتسمى بالأسماء ديالهم. والواقع ديال المسلمين في القرن 18 عرف واحد التراجع اللي كبير بزاف على المستوى العقدي والتدين، وكثروا الخرافات والبدع والزوايا لدرجة أن الناس سمحات كاع في الدنيا وما بقاتش باغا تخدم. والابتعاد على الدين طيح المسلمين في الفخ ديال التقليد في بعض الأحكام الفقهية اللي ما بقاتش عندها علاقة بالحياة الجديدة اللي تطورات، وبدات كتبان في الأفق نوازل وحوادث جديدة بقات كتعالج بالأحداث ولا بالأحكام القديمة وربما اللي ما بقاتش صالحة. وبطبيعة الحال كنهضروا على الأحكام الفقهية الفرعية اللي كان فيها اجتهاد خاص على حساب العلل ديالها، وربما ترفعات ذاك العلل في الأمر كيقتضي أنه يترفع معها الحكم، وهذا خنق المسلمين الواقع ديالهم الجديد اللي بدا كيفرض راسو. وحتى الوضع السياسي كان فريمون متدهور بزاف، حيت وقتها الدوله العثمانيه بدات كتفقد القوه والنفوذ ديالها على بزاف ديال المناطق اللي كانت كتسيطر عليهم، وكثر من هذا الشيء رجعات هي براسها كتمارس الاضطهاد على المسلمين وكتفرض عليهم ضرائب اللي ثقيله. بطبيعه الحال هذا غادي يخليها تفقد القوه ديالها من الداخل وما غاديش تقدر تواجه التحديات اللي غادي تجيها من برا، والشعب غيبدا يقلب على بديل جديد باش يتخلص من المعاناه اللي كيعيشها. بلا ما ننساو التهديد الخارجي اللي تعرضت له الدوله الاسلاميه من الغرب، اللي كان بدا تيسيطر على جزء كبير من الاقتصاد ديالها ورجع كيتدخل بشكل مباشر في التنظيم الداخلي ديال الدوله العثمانيه اللي كتشكل وقتها الخلافه الاسلاميه، حتى وصل الامر للاحتلال العسكري في البدايه ديال القرن 19. هذه الاسباب كامله هي اللي حفزات الحركات الاسلاميه المقاومه سميها شنو ما بغيتي انها تنوض وتبدا تراجع هذا الشيء كامل اللي خلى المسلمين انهم يوصلوا لهذا الحال. واول مشروع اصلاحي غادي يعرفوا العالم الاسلامي هو المشروع السلفي اللي كيمثلوا بطبيعه الحال 3 ديال الحركات اللي هي الوهابيه والسنوسيه والمهديه. هنا لابد الاشاره لواحد التحفظ في الاستخدام ديال الكلمه السلفيه، حيت فريمون هي محتاجه تاصيل مع استخدام السطحي الشائع اللي كنشوفوه اليوم. ان شاء الله تعالى غادي نحاول ندير واحد فيديو خاص بهذا المفهوم. على اي حنا محتاجين دابا نعرفوا السلفيه ولو باختصار شديد، اللي هي كتعني الانتساب للسلف اللي هما الجيل الاول ديال الصحابه والاقتداء بهم في التدين من المصادر الاصليه ديالو القران الحديث، والتخلي على كل البدع اللي كتخالف الدين على المستوى العقدي فقط. اما الحياه العامه المستجدات ديالها فكانت السلفيه المعاصره من الاول رافعه الرايه ديال الجديد باش المسلمين يقدروا يواكبوا العصر ديالهم الجديد، والا غادي يطيحوا في الفخ ديال التقليد وما غادي يديروا والو، وهما كانوا واعيين فريمون بهذا الشيء هذا. حنا دابا غادي نهضروا على الحركات علاش تاسست وكيفاش تاسست وشنو هو المضمون الاصلاحي ديالها. اما التحولات اللي عرفاتها من بعد والنقطه اللي وصلت ليها اليوم هذاك موضوع اخر نقدروا نهضروا عليه من بعد. اول حركه غادي يعرفها العالم الاسلامي هي الحركه الوهابيه نسبه الى محمد بن عبد الوهاب، وخل الاتباع المنتسبين ديالها ما كانوش كيبغيو هذه السميه هذه، وان كان كيفضلوا اللي يعيط لهم بالسلفيه ولا اهل التوحيد والعدل. محمد بن عبد الوهاب كان معروف بالعلم الشرعي ديالو، حيت كبر وسط عائله كتقدر العلم، بالاضافه كان كيطوف، ولكن ماشي بحال السنوسي كيف غادي نشوفوا من بعد، وهذا خلاه يتامل الحال ديال المسلمين والتدين السطحي اللي رجع عندهم.
وخلاه يبدا الدعوة مع عامة الناس بالتوعية والإرشاد، وألف كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد قبل ما يبدا يألف كتب وحدة أخرى كلها عندها نفس الغاية. ومع الوقت اكتشف أن الجهد ديالو بوحدو ما كافيش أمام الفساد الكبير اللي كتعيشو الأمة المسلمة، خاصة ملي بدا يتعرض محاولة الاغتيال. ففكر أن هذه المهمة الإصلاحية خاصها ولا بد حركة جماعية تعطيها قوة معنوية ومادية باش تقدر تأثر في الواقع وتقدر تغير الفساد اللي فيه. فجرب يمشي عند الأمير عيينة، وبالفعل قدر يتخلص من الأضرحة والأشجار اللي بداو كيعبدوها الناس، وهذا خلاه يكسب أنصار، وفي نفس الوقت خلاه يكسب أعداء اللي غادي يثوروا عليه وغادي يثوروا حتى على الأمير باش يوقف ولا يتوقف على الدعم ديالو لمحمد بن عبد الوهاب. وفريمون داكشي اللي كان، فاضطر يقلب على حليف آخر اللي غادي يكون هو محمد بن سعود، وهنا غتبدا العلاقه ديال الوهابيه مع ال سعود. بطبيعه الحال قبل ما تكون شي دوله سميتها السعوديه، ومحمد بن سعود راه ما بخلش عليه بالدعم المادي المعنوي باش ينجح المشروع الاصلاحي الجديد. لكن المقاومه اللي تعرضوا لها خلات هذه الحركه تدخل في واحد المرحله جديده اللي هي مرحله الجهاد المسلح، وهذا عطاها واحد الشعبيه الكبيره من مكه حتى العراق. وبالرغم من الوفاه ديال محمد بن عبد الوهاب في 1792 بقات الحركه ديالو مستمره وكتاثر في الناس، فيما انها حيات فيهم من جديد ذاك الرغبه ديال الاصلاح. وهذا الامر بدا كيزعج الغرب وقتها، اللي غادي يمارس الضغط على الدوله العثمانيه باش تحارب هذا التحالف هذا اللي واقع ما بين ال سعود وما بين محمد بن عبد الوهاب. وبالفعل نجحت في انها تفشل المشروع ديال تاسيس دوله، وإن كان الحركة بقات مستمرة بشكل مباشر أو غير مباشر رغم ما دخلها من تحريف الأغراض سياسية إيديولوجية، ماشي هذا هو محل التفصيل فيها. ثاني حركة هي الحركة السنوسية الجزائرية نسبة لمحمد بن علي السنوسي، اللي كبر في وسط عائلة ديال العلم، وكان كيتميز بأنه بارع في الفروسية وفنون القتال، بمعنى هو كان حربي، وكان جا لمدينة فاس باش يقرأ على يد العلماء ديال القرويين لمدة ديال 7 سنين. واضطر من بعد أنه يرجع للجزائر بعد ما غادي تستعمرها فرنسا، ومع ذلك غادي يمشي لمصر باش يتلمذ على المشايخ ديال الأزهر، وخا غادي يختلف مع بعضهم، وغادي يضطر أنه يمشي من بعد لمكة لأنه كان كيتميز بواحد النوع من الاستقلال الفكري وتيميل أكثر للاجتهاد. كثرة السفر والدول عند السنوسي كتفوق محمد بن عبد الوهاب، هذا خلاه يعرف هو أكثر الواقع ديال المسلمين عن قرب، لا من حيث التدين لا من حيث الواقع المعاش ديالهم، وحتى الاحتلال ديال الجزائر خلاه يفطن حجم الخطر الخارجي. ففكر أنه يدير واحد الخطة إصلاحية تركز على الإصلاح الداخلي للوضع المسلمين، الوضع اللي هما عليه بطبيعة الحال، وتقاوم الاحتلال اللي جاي من برا. ولشدة الذكاء ديالو غادي يمشي لواحد المنطقة وسط العالم الإسلامي اللي هي ليبيا باش ينشر الدعوة ديالو على خاطره هكا، وغادي ينشر اول زاويه تماك، والزاويه هنا ماشي هي الزاويه اللي كنعرفوا اليوم، وبعدها غادي ينتشروا الزوايا في المشرق والمغرب الاقصى بواحد الشكل اللي خطي افقي. الزوايا في ذاك الوقت اللي بغينا نقولوا ولا بغينا نشبوها دايره بحال دار الارقام اللي كانت مدرسه تربويه للمسلمين في الزمن المكي قبل ما يهاجروا للمدينه. واحد الفارق ان الناس وسط هذه الزوايا السنوسيه بطبيعه الحال كانوا كيتعلموا حتى الفروسيه وفنون القتال، وكيتعلموا فيها حتى الامور ديال المعيشه الصنعه والحرف. في الوقت اللي غادي يموت فيه السنوسي اللي هو 1859 كان المشروع الاصلاحي ديالو نضج بزاف وبدا كيعطي ثمار على ارض الواقع، وحتى ولده محمد المهدي كمل على نفس الطريقه ديال باه لدرجه وصل عدد الزوايا من المغرب حتى الجزيره العربيه اكثر من 140 زاويه. وامام هذا التوسع الكبير ديال السنوسيه للاسف الاستعمار الفرنسي والطليان شعروا بالخطر ديال هذه الحركه، واضطروا انهم يوقفوا المشروع الاصلاحي الخاص بها لانه بدا كيهدد الوجود ديالهم. وبصح هذه الحركه كان عندها واحد الشأن كبير كيف غادي نشوفوا من بعد. الحركه الثالثه هي المهديه نسبه الى محمد احمد عبد الله الحاج الشريف. والاسم ديال المهديه حيث هو كان ادعى انه هو المهدي المنتظر، داكشي علاش تسمات الحركه بالاسم ديالو. خلق في السودان وسط واحد العائله اللي كتحترف صناعه السفن الفلوكات والبواخر، وعندها واحد النسب يقال هنا متصل بالرسول عليه الصلاه والسلام، وكان معروف من الصغر بالنباهه ديالو اللي خلاته يتعلم المبادئ ديال الشريعه بواحد السرعه اللي كبيره، وهادشي هذا عطاه واحد الشعبيه اللي كبيره وسط الناس وخلاهم يحترموه، على سيما انه كان معروف بالتقوى
ودخل بكري للطرق الصوفيه كيف هو معتاد بطبيعه الحال عند اهل السودان. هذا الانضمام للطرق الصوفيه خلاه يشوف الانحراف اللي وصلت ليه الطرق الصوفيه بالافكار اللي كينشروها والتصرفات ديالهم، وعاد زيد الظلم والاضطهاد اللي كانوا المسلمين كيتعرضوا ليه من الحكام الاتراك ولا الولاة ديالهم من استبداد، وكانوا كيفرضوا عليهم ضرائب الكبيره فوق الجهد ديال الشعب. فما كان الا ان ينوض محمد الحاج الشريف وينشأ الحركه الاصلاحيه باش ترد الاعتبار للمسلمين. الحركه ديال المهدي عرفت واحد الاستجابه اللي كبيره من مختلف الناس، وبعد ما توفر ليه واحد الحشد الكبير من الانصار والاتباع اتجه باش يدير جوج ديال الحوايج. اول حاجه هي جهاد السلطه اللي كتحكم في السودان وقتها اللي هي السلطه العثمانيه والسلطه البريطانيه، وبعد ما تغلب عليهم جميع المعارك تقريبا حتى العاصمه ديال الخرطوم. والامر الثاني هو انشاء دوله عندها كافه الاجهزه القضائيه والاداريه والاقتصاديه بروح اسلاميه خالصه. بالفعل كان داكشي منجح فيه، وهذا النصر هذا خلاه ينشر الدعوه حتى خارج السودان. ما الاجل ديالو باغسو في 1885 بلا ما يكمل المشروع الاصلاحي ديالو. استمرت الدوله اللي خلى موراه، غير هو للاسف ما كانوش معاه الناس بالنضج ديال الفكر والكفاءه اللي عنده، وللاسف هذه مشكله كتعاني منها كافه الحركات الاصلاحيه كيف غادي نشوفوا في هذه الحلقه ولا في باقي الحلقات. لهذا السبب بالضبط سهل على الاستعمار الانجليزي والسلطه العثمانيه يطيحوا هذه الدوله، واخا كانت الحركه ديال المهديه كتاثر ومازال الى اليوم حاضره في السودان. هاد الحركات بثلاثه عندهم نفس المشروع الاصلاحي، واخا غادي يختلفوا في بعض التفاصيل حيث عاشوا في نفس الظروف ومتقاربين جغرافيا، والى لاحظنا انهم كاملين كانوا قرابين للبداوه وبعاد على التحضر الغربي اللي بدا في بعض المناطق في العالم الاسلامي. وحتى المؤسسين ديال هذه الحركات عندهم تقريبا نفس التكوين الشرعي والثقافي على اختلاف طفيف في بعض الجوانب. المشروع الاصلاحي السلفي كان كيشوف ان التخلف اللي فيه المسلمين كيرجع لجوج ديال الاسباب. السبب الاول هو الانحراف اللي كاين في التدين على مستوى الاعتقاد وعلى مستوى السلوك، وهذا خلاهم يبداو حملتهم بالدعوه عن طريق الخطاب او كتابه بعض الكتب اللي وجهوها لمختلف الطبقات الاجتماعيه بحال كيف شفنا عند الوهابيه. ومنين بداو كيتجمعوا لهم اتباع انتقلوا لمرحله التاطير الداخلي، وهذه شي حاجه اللي هي طبيعيه باش يبداو التصحيح ديال المفاهيم العقديه والدينيه والسلوكيه، وخصوصا الحركه ديال السنوسيه اللي كانت كتجمع ما بين التدريس ديال الدين واحياء القيم ديال التآخي والتآزر والتضامن، وكفلات واحد العدد كبير ديال الفقراء والمساكين، وكانت كتزوج حتى الشباب. وما كتوقفش غير حد هنا، كتعلمهم حتى الفنون ديال القتال باش يستعدوا للجهاد، كتعلمهم الحرف اللي غادي يحتاجوها باش ما يوقفوش على البراني ويكون عندهم الاكتفاء الذاتي. والسبب الثاني هو الفساد ديال النظام الحاكم اللي كان وقتها كيتمثل في الدوله العثمانيه، بعد ما بقاتش كتحكم بداك الشيء اللي في القران والسنه، وبدات بالعربيه تعربت كتبيع الطرح مع الغرب. فعزموا هذه الحركات يأسسوا دوله كتحكم الشريعه من حيث الكليات المعروفه، وغادي تجتهد في الفروع على حسب المستجدات اللي غادي يفرضها الواقع الجديد، ونجحوا نوعا ما في التاسيس ولكن بدرجات اللي هي مختلفه. لكن من نقاط الضعف ديال السلفيه ان التشخيص ديال الواقع كان نوعا ما سطحي وجزئي، لانه بقدر ما ركزت على جوانب هملات واحده اخرى. فالسلفيه ركزت على الجوانب العقديه والامور المتعلقه بالتدين، وهملات التعمير المادي والاستثمار في مقدرات الكون اللي هي كتساهم كذلك بشكل ضمني في اصلاح الاعتقاد ديال الناس. وهذا في الحقيقه عنده سبب، حيث هما كانوا كيشوفوا العالم الاسلامي بواحد النظره اللي معزوله نوعا ما على التطور اللي غادي به العالم، اللهم بعض الانفتاح اللي كان عند السنوسيه. وهذا راه انعكس سلبا في التقدير ديال حجم التخلف اللي كان فيه الواقع الاسلامي وقتها، وكيسحب لهم ان الاصلاح الديني فقط هو اللي غادي يقدر يصلح الوضع الداخلي، وبه غادي يقدروا يواجهوا المخاطر ديال العدو الغربي اللي جاي. فالحركه ديال السلفيه هي بالضبط حطات صبعها على الاصل ديال المشكله، ولكن ما كانش عندها منهج عملي كيفاش غادي نتعاملوا حنا مع هذه النصوص هذه في ظل العوامل والضغط اللي كتعيشوا الامه. ان المسلمين انذاك ما كانوش كيعانيوا غير على مستوى التدين، وراه ما كانش عندهم منهج في حياتهم. للاسف الحركه ديال الوهابيه والمهديه كانت نوعا ما ظاهريه في التعامل مع مقاصد الوحي، وحتى في الدعوه ديالها الاجتهاد ما كانش عندها اثر على ارض الواقع، وان كان كيف قلت في الاول هي كانت تنظر للاجتهاد،
وكان عدد كبير من الافراد ديالها اللي متعصبين وكيميلوا للتكفير بزاف على اي واحد ما بغاش ينضم ليهم او كيخالفهم. وكذلك ما كنلقاوش اصلاح فكري حاضر عند هذه الحركه، والامه وقتها كانت محتاجه لهذا النوع من الاصلاح، لان طريقه التفكير عند المسلمين خاصها تعتمد على الواقعيه، على السببيه، على النقديه، باش تقدر تزيد لقدام وتفسر الاحداث اللي دايرين بها. ومن بين النقاط السوداء اللي كانت عند الاتجاه السلفي خصوصا عند المهديه، انه في بعض الاحيان كانت كتميل للعنف المعنوي، واحيانا كيوصل حتى للعنف المسلح، وكتفرض الامتثال الافكار ديالها سواء اقتنعتي بها ولا ما اقتنعتيش بها. اللهم السنوسي اللي كانت كتعتمد فقط على الموعظه الحسنه والمجادله بالتي هي احسن. وهذا الامر كانت عنده الابعاد ديالو حتى في الاصلاح السياسي. في الوقت اللي سقطت الوهابيه والمهديه بواحد السرعه الكبيره امام الهجوم الاستعماري العثماني الغربي، وبسبب التسرع والعجله اللي كانت سمه غالبه على الحركتين بجوج اللي هي الوهابيه والمهديه، كانت السنوسيه كتمشي بمبدا الحيطه والحذر، وكان عندها واحد النفس اللي طويل بزاف، وعمرها هزت السلاح في وجه شي مسلم. وهي بهذا حافظت على الجهد ديالها كامل باش تحارب الاحتلال الفرنسي والطلياني. وهذا كيشير ان دائما الوصفات السريعه ولا التغيير السريع ما كيعطيش اصلاح جذري، ما كيكونش فعال على المدى البعيد. لكن من المهم نكونوا واقعيين بان الحركات السلفيه دارت اللي عليها على حسب الظروف اللي كانت كتحيط بها والجو العام، فما خصناش نسينيو شي حاجه اكثر من هادشي هذا اللي دارت. وان كانت ما قامت به السلفيه المعاصره انها هي قطعات داك الريدول اللي كنا مغطيين به وناعسين، وعطاتنا داك الشراره، ولا عطاتها الباقي الحركات اللي غادي تجي من بعد، كيف غادي نشوفوا في الحلقتين المقبلتين ان شاء الله.